بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. الأختين العزيزتين، الإخوة الكرام أو الأخوات، الأخت الثالثة ظهرت أخوات، ونسجل هذا الحضور غير المتكافئ للأخوات. نحييكن ونحييكم جميعا على هذه المرابطة وعلى فتح مقركم لفعالية تتكامل مع الأسطول في البحر، والمهام موزعة والأسطول ليس في البحر وحده. فتحتم مقركم اليوم اتحاد وطني للشغل، مركزية نقابية محترمة تمثل الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومثقفين مشتبكين مع القضايا، قضايا الوطن وقضايا الأمة، بمناسبة افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة لأشغالها، تلبية لنداء الشبكة العالمية كلنا غزة كلنا فلسطين. وجئنا قبل قليل من مقر مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين التي فتحت هي الأخرى مقرها لذات المناسبة بعد أسبوع من إحياء محطة أخرى استجابة لذات الشبكة، وهي ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا في رسالة إلى الإنسانية على أن ما يجري في غزة هو استمرار للمجازر والمحارق في حق الشعب الفلسطيني على مدى عقود وعقود، مع أن هذه المرحلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وأم الجرائم جرائم الاحتلال. في هذه المحطة نبهت الجميع على حقيقة هذا الكيان الإجرامي في تل أبيب. وهذه المناسبة الثانية يوم 23 بمناسبة افتتاح الجمعية العامة في المنتظم الأممي هي لتجديد دعوة طالما أطلقناها في السنوات الأخيرة، إلا أنها كانت في كل مرة مرتبكة. لكن زخم ما يجري الآن بفضل وبركة دماء الشهداء والشهداء القادة تنبئ على أن هذه المرة ستؤتي أكلها، وهي الدعوة إلى العودة للعمل بالمقرر الأممي الذي كان يعتبر منذ 1975 كان يعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، حتى تم سحب هذا المقرر في إطار أوفاق أوسلو، وهو واحد من الإنجازات المخزية، إنجازات بين قوسين، لأوفاق أوسلو. واليوم بعد هذه المجازر والإبادة الجماعية التي تابعها العالم كله يوما بيوم منذ سنتين وساعة بساعة وعاجلا وراء عاجل وعلى الهواء مباشرة، استيقظ الضمير الإنساني. وها نحن نرى المظاهرات والمسيرات المليونية وبمئات الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وفي العواصم الأوروبية. وبالأمس نزلت من المطار قادما من إيطاليا التي تحدث لكم في أقصى جنوبها المجاهد أخونا العزيز سي عبد الرحيم الشيخي من على سفينة علاء الدين القدس في ميناء بورتو باولو. بالأمس في إيطاليا، في مدن إيطاليا، خرجت إيطاليا عن بكرة أبيها في إضراب عام شمل مدن إيطاليا. ولم تكتف النقابات أيها الأمين العام أيها النائب، لم تكتفي النقابات في إيطاليا
بالدعوة إلى الإضراب العام، بل فرضته. وكنت في مظاهرات في مسيرة، كنت في آخر مسيرة، لأن كنا انشغلنا في إطار مهام الأسطول في حل بعض المشاكل مع القنصلية وبعض الجهات الأمنية في إيطاليا. شاركنا في آخر شوط من مسيرة كبيرة في مدينة بالميرو، واشترك فيها الجميع وحتى تلاميذ الإعداديات والثانويات، وكانت مسيرة ضخمة جدا. وكان العنوان هو غزة. لذلك أدعو في نفس السياق على أن تكون غزة مبتدأ ومنتهى كل اهتماماتنا اليومية، وأن تكون النقطة الأولى في جدول أعمالنا، لأن غزة وما يجري في غزة ومحارق غزة ومذابح الأطفال في غزة وترويع وتجويع إخواننا في غزة هو الموضوع، هو كل الموضوع. وكل ما ليس غزة الآن هو تفصيل، هو تفاصيل، هي تفاصيل يراد أن نجر إليها خدمة لكيان الإجرام الصهيوني وصرف الأنظار عنها خدمة لإجرام الكيان الصهيوني من طرف جماعات كلهم إسرائيليون، كلهم إسرائيليون في شقيها، كلهم إسرائيليون ديال القرعة، وكلهم إسرائيليون ديال اللحية المزورة التي تعرفونها جميعا. فهؤلاء خدمة لأسيادهم لمجنديهم يعملون كل شيء لصرف الأنظار، ولذلك يريدون أن يصبح الموضوع هنا هو فلان أو فلانة، دار فلان ما دارش فلان، دارت فلانة. هذا كله صرف الأنظار بافتعال مشاكل ومواضع مزيفة لصرف الأنظار حيث يجب أن تتركز، وهو غزة ومحارق غزة وفتح جيش الحرب الصهيوني وكل من يواليه وكل العطاشة الذين يشتغلون لديه، كل المناولين في هذه الأجندة يجب فتحهم، يجب التصدي لهم. هذا هو موضوعنا الذي لا يجب أن ننصرف إلى غيره. هذا هو الموضوع، هذا الجوهري. أما في بعض التفاصيل، والبعض منكم يريد بعض التفاصيل في هذه التفاصيل، وخصوصا بعد صدور البيان المشترك بين وحمان وخديجة الرياضي، والذي أصبح هو الحدث. أؤكد لكم أخواتي إخواني في الاتحاد الوطني للشغل، أؤكد لكم أننا لم ننسحب أولا، لأن البعض حتى بحسنية يتحدث عن انسحابنا ويحاول أن يبرر ذلك بالظروف الصحية وأؤكد لكم أنه لا ظروف صحية ولا غير ظروف صحية تسببت في القرار، وأن هذا القرار ما زال يجعل أصحابه في خضم الأسطول، ولكن ليس في البحر، لأن الأسطول ليس بحرا فقط، هناك جيش موازي حتى قبل الانطلاق التي تشتغل في البر لتحضير أمور الأسطول في البحر، وإلا ما كان لهذه السفن أن ترسو في الموانئ. من تفاوض مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية في هذه البلدان التي ترسو فيها من يقوم بتحضير كل ما يحضر، إنهم الرديف الذي أوكل إليه العمل برا. أما الظروف الصحية والمهنية والأمنية والتقنية واللوجستية فموجودة، ولكنها لم تثني حتى الذين يعانون في صحتهم، ولم تكن وراء القرار الذي اتخذ، وإنما القرار لم يكن قرار فرديا مرتبطا بهؤلاء الأشخاص، وإنما بهؤلاء المتطوعين. ولم يكن الأمر مقتصرا على المغاربة وحسب، وإنما مختلف الجنسيات
ويكفي القول بأن جماعتنا جت معنا المناضلة الأممية الأمريكية ريبيكا ورفيقتنا الأخرى من الأرجنتين، ونحن المغاربة الذين تكفلنا وتكلفنا بإيصالهما إلى وجهتهما. والأرجنتينية جت مع، ونحن من أوصلناهم إلى المطار حتى دخلوا خديجة والدكتور البرقادي وهذه الأخت الأرجنتينية المناضلة الأرجنتينية من أحرار العالم. وبالتالي فالاعتبارات هي اعتبارات قرار جماعي. نحن مطوقين بواجب التحفظ في بعض التفاصيل، لكن نعد الجميع أننا بعد مدة قصيرة سنكشف كل التفاصيل، لأننا نحن ندعو دائما إلى الشفافية وإلى حق الشعب في المعرفة وفي المعلومة، ونحن يجب أن ننضبط لذلك، ولكن يجب كذلك أن ننضبط لمقررات القيادة العليا للأسطول. لكن اطمئنوا أن مواطنيكم من المتطوعات والمتطوعين يشرفون المغرب، وقدموا صورة مثلى تتحدث عنها كل الوفود في الأسطول، وهم وفود 44 دولة يتحدثون عن الأداء المثالي للوفد المغربي. كفاءات حقيقة. أنا نفسي كان بعض اليأس يتسرب لي من الجيل الذي يأتي بعدنا نحن الكهول، لكن هذه التجربة جعلتني أغير تمثلاتي، لأننا شفنا كفاءات شباب، كفاءات أطباء، مهندسي دولة، تخصصات في اللغات، في القانون، في العلوم السياسية، في مختلف التخصصات، المهندسين الكهربائيين الذين يصلحون أي مشكل في فلان. وعندنا مهندس نذكر اسمه بكل افتخار، الشاب زهير بن شيخ، مهندس دولة كهربائي، أصبح يعني. وقس على ذلك أطباؤنا الدكتور البرقادي، الدكتور بن جعفر المعاد إلى آخره، وغيرهم المناضلين الحقوقيون. وعندنا جائزات دولية لحقوق الإنسان، نفس الجائزة التي حصل عليها المرحوم الرمز الأممي نيلسون مانديلا، هي خديجة الرياضي حضرت معنا هناك. كفاءات عالية من الشباب ومن القيادات. وأنا قلت قبل قليل في مجموعة العمل في كلمة المجموعة هناك، أتصور لو أنه أوكلت مهام الحكومة للوفد المغربي في الأسطول، لو شكلوا الحكومة لرأينا ما يجب أن يراه الشعب المغربي في كفاءته التي تهمش، ليعطى النموذج والقدوة بأمثال طوطو، شباب طوطو. هناك شباب مغربي حقيقة يمكن الاعتماد عليه لتجاوز كل ما نعاني منه في بلادنا ولنبني التنمية اللازمة في بلادنا. ولكن يجب إصلاح الإرادة السياسية حتى تصلح أمورنا بمؤسساتنا، مؤسسات قادرة وكفاءات، ولنا كفاءات وما يزيد عن المطلوب من الكفاءات. ولكن الإرادة السياسية أوصلتنا إلى ما أوصلتنا من تبعيات، بل ومن العار والخزي. ونموذج التطبيع والتمكين للاختراق الصهيوني نموذجا. وإذن خلاصة القول في هذه النقطة أن القرار لم يكن انسحابا، لم يكن تراجعا، لم يكن جبنا، لم يكن حتى بدواعي صحية. طبعا تحدث البعض عن عدم القدرة، منذ البداية كانت عدم القدرة. لم نكن نقدر بالمقاييس العلمية أننا نتطوع كمتطوعين في أسطول الصمود باعتبارات صحية. القضايا الأمنية كلنا يعرف ملفاتنا الأمنية لدى الموساد وتهديدات، ووصل التهديد أن نشروه على صدر الصفحة الأولى من إحدى الجرائد المغربية، لم يعد سرا. الصحفي نور الدين الشهب كشف أنه طلب منه أن يتعاون لتصفية وسحق مناهضي التطبيع، وذكروا بالاسم فلان الفلاني. هادشي كله معروف، احنا عارفينه. لكن مع ذلك قررنا. لكن لما تمت مناقشة الموضوع
وقد كان هذا موضوع مناقشة، لذلك قلنا بأن هذا قرار جماعي كان على إثر نقاشات مسؤولة جمعت المتطوعات والمتطوعين ومسؤولي السفن التنظيميين، مسؤولين التنظيميين والسياسيين عن السفن، والمسؤولين التقنيين القباطن ديال الرويس رئيس السفينة من جهة، وهؤلاء والقيادة العليا للأصول من جهة أخرى. ودرست كل الأمور على إثر خصوصا ليلة عصيبة من العاصفة في المياه البحرية. فبعد أخذ ورد وتمحيص ودراسة الأمور من كل جوانبها تقرر ما تقرر بشكل جماعي، وما كان على الجميع إلا أن ينضبط لما تقرر. بالنسبة للإخوان الذين يواصلون المسير فهم يعني مجاهدون ومجاهدات، لأن معنا نسوة في السفن، ومصممون وعزيمتهم ومعنوياتهم فولاذية، ونفتخر بهم ونعتز، وننتظر أن يكسر الله بهم الحصار عن إخواننا ويعود إلينا سالمين. وكيفما كان الحال هذا الأسطول المبارك صنع معجزة، يعني أسس لمنعطف نوعي جديد، وحقق على درب هذا التراكم الذي نتنادى كلنا للبناء عليه، حقق إنجاز كسر الصمت المخزي، الصمت الدولي المخزي إزاء المجازر ومذابح الأطفال منذ سنتين. كسر هذا الصمت، ورأينا كما قلت لكم ماذا حدث في إيطاليا ويحدث في كل العواصم الآن. وهذا عد عكسي رغم كل ما يظهر ورغم كل الأثمان الباهظة. نحن أيتها الأخوات أيها الإخوان في إطار العد العكسي، بضمان وعد الله أولا وبمنطق التاريخ ثانيا، أن هذا هو العد العكسي لنهاية وإفلاس الحل الصهيوني للمسألة اليهودية، أي للمشروع الصهيوني، بداية نهايته رغم كل ما يظهر. حقيقة الأمور هو أننا بصدد الشوط الأخير من هذه الكذبة التي طال انطلاؤها على البشرية كلها، والأيام بيننا والتاريخ بيننا. هكذا انتهى آخر نظام فصل عنصري في جنوب إفريقيا، نظام ما قبل الآخر، ونحن بصدد آخر نظام أبارتايد ينتهي تدريجيا، ولسنا نحن من نقول هذا. نخبتهم، سأستحضر ماذا قالت نخبتهم وأختم. يهودا باراك، الجنرال يهودا باراك رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب أساسي في الكيان سابق ورئيس أركان سابق، تحدث عن نهاية الكيان. ماير داغان رئيس الموساد السابق تحدث عن نهاية الكيان. الجنرال الذي يسمونه الآن في جيش الحرب الصهيوني نبي الغضب، الجنرال إسحاق بريك، قال ما يلي. إسحاق بريك قال ما يلي، ماشي زويتن ولا دحمان اللي قال ولا عزيز هناوي. إسحاق بريك شبه الكيان بباخرة التايتانيك، وقال بأن إسرائيل مثل باخرة التايتانيك تتقاذفها الأمواج العاتية في بحر اللجي ومآلها القريب الغرق. هذا كلام إسحاق بريك اللي كيعيطوا له دابا المرجع، اللي كيعيطوا له الله أكبر ولا أكبر رسول الله أعظم سمع. أختم بما قاله يعقوب شريط. يعقوب شريط من هو؟ هذا واحد من أهم المخاخ ديال الاستخبارات ديالهم، وهو ابن أول وزير خارجية كيان الإجرام الصهيوني وثاني رئيس الوزراء موشي شريط، والذي أعلن دولة الكيان، اللي أعلن دولة الكيان هو وزير الخارجية موشي شريط. هذا ولده يعقوب شريط يقول ما يلي، عنده دابا 96 سنة في عمره، وقال هذا الكلام قبل سنة عنده 95 سنة.
قال أولا قال إسرائيل بنت خاطئة بكل وضوح، بنت الحرام، إسرائيل بنت الحرام. ثانيا قال أحمد الله على أن أولادي وأحفادي كلهم في نيويورك. وقال وآخر كلام أتوجه به إلى الإسرائيليين إلى اليهود قبل فوات الأوان عودوا من حيث أتيتم. آخر وصية يعقوب شارط لليهود عودوا حيث أتيتم قبل فوات الأوان، وأن أكبر خطأ ارتكبها اليهود في تاريخهم هو خلق وإنشاء دولة إسرائيل. فهذا ما يقولونه، ماذا يقول الصف الأول في صنع القرار السياسي والاستراتيجي والاستخباري والعسكري. أما إذا استعرضنا ماذا يحدث داخل الكيان فخلاص. وإذا استحضرنا الهجرة المعاكسة والأرقام الرسمية، صدق دابا 1,200,000 في حين كانوا كيبدلوا بروباغندا يستقطبوا 100 هنا ولا 10 لهي وتيديروا لها. دابا هاجرت 1,200,000 والحبل على الجرار. هناك يعني أرقام عن أن عائلة تخرج بنية عدم العودة بشكل جماعي. هذا بداية نهاية الكيان. صحيح أن الضريبة ثقيلة، صحيح ولكن الصبر والصمود. ونحن في مواقعنا يجب أن نحضر وأن نستحضر ثم الاتحاد الوطني للشغل اللي بغى يبرد شي شويه يستحضر ماذا حدث في إيطاليا البارح وماذا صنعته النقابات السيد حمان البارح. وحسب نقاشاتنا مع الذين ينظمون هذا الذي يجري الآن في الغرب، درنا معهم جلسات، هادو مناصرين لقضايانا، قضايا أمتنا العربية والإسلامية وقضية فلسطين إلى آخره، وأنهم قرروا الذهاب في المشوار إلى آخر المشوار. وبالتالي هذا يفرض علينا في النقابات خصوصا في النقابات. وعرفوا مدى التزام المركزية النقابية المحترمة الاتحاد الوطني للشغل، ولكن لا يكفي هذا، يجب أن تبادروا لدى شركائكم في النقابات الأخرى وأن تحاولوا مرات ومرات، وأن العمل الموحد هو الذي يصنع ميزان القوى لفرض تغييرات نوعية. وعلى كل حال هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ليس لنا فيه خيار. الاعتصام وعاقبة عدم الاعتصام نعرفها كم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن لنا في ديننا وفي ميراثنا الثقافي والحضاري أسوة، وفي رسول الله القائد الأعظم للثورة ضد البغي والطغيان وضد الظلم القدوة المثلى للاتباع. وغزة في المبتدأ وفي المنتهى، ولا نضيع جهدنا لأن هادو اللي كيقولوا هذا الشيء خصهم يقولوا هذا الشيء ولا ما غاديش يكونوا كلهم إسرائيليين. إذن لا ننجر للمواضيع المزيفة، ولتبقى بوصلتنا فلسطين وغزة وفك الحصار وفتح ممر آمن للغوث الإنساني ووقف العدوان. هذا هو الثلاث المشروع أو الأهداف الثلاثي الأضلاع ديال الأسطول. والأسطول ماشي غير في البحر، وإنما كل في موقعه تتكامل هذه المبادرات. وهذا الذي تحيونه 23 يجب أن لا يبرد في أي مقر، وإنما أن يكون له دائما ما بعده، وأن ينضم جهد الاتحاد الوطني للشغل لهذه الديناميكية التي تم إطلاقها في إطار كلنا غزة كلنا فلسطين، لكي نعيد في نقاشاتنا في اتصالاتنا في شراكاتنا وتحدثت مع الشركاء ضرورة الحض والتحريض على العودة وخلق نقاشات وتنظيم منتديات للخلوص إلى ضرورة العودة للمقرر الأممي الذي يعتبر الصهيونية
ماشي غير شكل من أشكال العنصرية، وإنما هو أفظع أشكال العنصرية وآخر أبارتايد يجب أن ينتهي. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.